بصراحة كده أنا حاسس إن أنا عايزة أتعرّف عليكِ أكتر. أنا سألت عليكِ وعرفت إنِّك لا مخطوبة ولا متجوّزة. كنت عايزاك بس تدّيني فرصة. يعني أنا بصراحة مُعجب بيكِ أوي وعايزة أتجوّزِك. ما كنتش مصدّقة نَفْسي. مُعجب بيّا أنا؟ هو أنا في حد ممكن يُعجب بيّا؟ يعني كده عادي؟ فضلت قاعدة ساكتة. قال لي: "أستاذ عبير." أنتِ سرحتِ؟ أستاذ عبير، أنتِ سرحتِ منّي فين؟ قُلت له: "هاه؟" طب سيبني أفكّر. قال لي: "ما فيش مشكلة، فكّري وخُدي وقتِك، بس ما تتأخّريش عليّا في الرَّد." رجعت البيت وأنا مبسوطة أوي، مش قادرة أصدّق. بجد! يعني أنا هاعيش قصة حُب حلوة كده وتنتهي بجواز، والّا هو بيهزّر، والّا يكون بيتسلّى بيّا؟ لا، لا، لأ، ما أعتقدش إن هو يكون بيفكّر يتسلّى يعني. أنا مبسوطة أوي. بعدها بيومين لقيته جاي يقول لي: "ها قررتِ إيه؟" قُلت له: "أنا ما عنديش مانع يعني إن إحنا نتعرّف ونتخطب وكده، بس أنا ما باحبش فترة التعارُف تكون كبيرة، ويا ريت ندخل في الخطوبة على طول." قال لي: "آه طبعًا، إحنا بس نتعرّف على بعض الأول وآجي أخطبِك." وابتدى يكلمني في التليفون، وساعات ييجي يقعد شوية في المطعم. وبعد أسبوعين لقيته جاي وشكله متضايق أوي. قُلت له: "مالك يا نادر؟" قال لي: "مخنوق شوية، يعني مشاكل في الشغل." قُلت له: "إيه خير؟" قال لي: "لأ خلاص مش هاشيّلِك هَمّي." قُلت له: "لأ قُل، مش إحنا واحد؟" قال لي: "بصراحة كده أنا كنت آخد قرض من البنك عشان أضبّط بيه الشغل وكده، بس للأسف الظروف بقت صعبة أوي معايا، والمعرض مش عايز يكسب زي الأول، وفي نفس الوقت مش عارف أسدّد القرض." قُلت له: "أنت ليه أصلًا تاخد قرض من الأول؟ ده خراب بيوت، أنت ما تعرفش إن القرض ده حرام والّا إيه؟" قال لي: "أهو اتزنقت بقى، وواحد صاحبي هو اللي قال لي عليه." قُلت له: "طب والعمل، هتسدد إزاي؟" قال لي: "مش عارف، أنا كنت عامل حسابي إني أسدد من المكسب، وأديني بقى لي 3 شهور ما دفعتش الأقساط." قُلت له: "أنت لازم تشوف حل، هو المبلغ كام؟" قال لي: "المبلغ كله على بعضه 1.5 مليون." قُلت له: "طب ما تبيع عربيتك وتسدد، الموضوع سهل يعني." قال لي: "لا، لا، لأ، ما أقدرش، لو بِعتها مش هاعرف أجيب زيّها تاني. خلاص، خلاص ما تشغليش أنتِ بالِك، أنا هاتصرّف." مش عارفة ليه شكّيت فيه وحسّيت إنه ممكن يكون كدّاب. لأ، هو واضح جدًا إنه بيحبّني، أُمّال بيحكي لي ليه؟ أكيد متطمّن لي عشان كده بيحكي لي، لازم أساعده. رجعت البيت وقعدت أفكّر أساعده إزاي. فكّرت في كل الفلوس اللي معايا، لقيتها تقريبًا نُص المبلغ. قُلت مش مشكلة، أدّيهم له يسدّد جزء من اللي عليه، وبكده أبقى ساعدته، وهو أكيد هيسدّدهم لي بعد كده، وأكيد إحنا واحد يعني ما فيهاش مشكلة. أنا لازم أعملها له مفاجأة بقى، وأروح له المعرض من غير ما يكون عارف إنّي جاية، وهو لمّا هيلاقيني اتصرّفت في الفلوس أكيد هيفرح. كتبت شيك بالمبلغ ولبست هدومي ونزلت، ووصلت للمعرض، ولمّا شُفته هناك اتصدمت، وفضلت مش مصدّقة اللي أنا شايفاه. لقيته لابس يونيفورم هو و3 تانيين، وبيتكلم مع زبون وبيورّي له عربية، وفي راجل واقف عمّال يدّي له تعليمات وأوامر، ويقول له يعمل إيه وما يعملش إيه.
وشكل الراجل ده هو صاحب المعرض. ودي ما كانتش أول مرّة آجي المعرض، بس كل مرّة كنت باتصل قبلها وأقول له إن أنا جاية، وكنت دايمًا باجي في ميعاد محدد، تقريبًا عشان كده بيعمل حسابه. فضلت واقفة مصدومة شوية، واستغربت إنه بيسوق العربية مع الزبون، مش لو هو صاحب المعرض كان هيشغّل حد عنده يقوم بالمهمة دي. قعدت أفكّر كتير ورجعت على شغلي وأنا مش عارفة هاعمل إيه، أتأكد إزاي إنه مش كدّاب. فضلت أفكّر وقعدت آكل، وقررت إني أراقبه كويس عشان أروح في ميعاد هو مش موجود فيه وأسأل عنه هناك. وفعلًا رُحت. لو سمحت، فين الأستاذ نادر صاحب المعرض؟ الأستاذ نادر؟ حضرتِك صاحب المعرض ما اسموش نادر، صاحب المعرض الأستاذ حسين. اتصدمت وقُلت له: "يعني ما فيش حد هنا اسمه نادر؟" وقف يفكّر شوية وبعد كده قال لي: حضرتِك تقصدي نادر اللي بيشتغل معانا هنا في المعرض، بس مش هو صاحب المعرض، هو سواق وبيساعد الزباين ويفرّجهم على العربيات وكده، لكن مش هو صاحب المعرض خالص. زي ما قُلت لحضرتِك، الأستاذ حسين هو صاحب المعرض اللي واقف هناك ده، وشاور لي على الراجل اللي كان بيدّيهم تعليمات. رجعت البيت وقعدت أعيّط، وفضلت آكل كتير وأنا مش حاسة بنفسي. كنت حزينة أوي على حالي، لإني اتخدعت فيه، وكل ما أشوف رقمه بيتصل بيّا أفضل أعيّط وأنهار. وفضلت أسبوع أراقبه وما أروحش الشغل، عشان كنت عايزة أعرف هو عمل كده ليه، ليه يجرحني كده، ليه يأذيني كده؟ ده أنا ما عملتلوش حاجة غير إني حبيته. لحد ما في يوم اكتشفت إنه يعرف واحدة تانية، وشُفتهم مع بعض وهُم قاعدين في كافيه، وكان بيقول لها: "أنا بس أقدر آخُد منها كده بس يعني إيه، مبلغ حلو كده وآجي أخطبِك، ساعتها هنعرف نتجوّز، بدل ما إحنا كده طول الوقت عمّالين نشتغل عند الناس ومش عارفين نفتح بيت، الدنيا بقت صعبة أوي، وهي كده عندها مطعم يعني، هتقدر تجمّع المبلغ تاني." ده أنا طول الوقت باكل بعقلها حلاوة، طول الوقت باقول لها كلام حلو ومفهّمها إني باحبها، وهي يا عيني ما صدّقت. ده أنا أول ما قُلت لها ما صدّقتش نَفْسها من الفرحة، حد إزاي هيحبها بالتُخن اللي هي فيه ده، مجنونة دي والّا إيه؟ وقتها ما كنتش قادرة أتمالك نَفْسي، وكنت خلاص هاقع من طولي، وفضلت قاعدة في البيت فترة، وأي تليفون منّه ما كنتش بارُد عليه، لحد ما رجعت الشغل تاني. وساعتها هو جه لي هناك، قال لي: "إيه يا عبير أنتِ ما بترديش على تليفوناتي ليه؟" قُلت له: "ما تجيبش سيرتي على لسانك، أنا مش عايزة أعرفك تاني، أنت طلعت كدّاب، كدبت عليَّ وقُلت لي إنك صاحب المعرض، وأنت مجرد عامل هناك شغال فيه، وكدبت عليَّ وقُلت لي إنك بتحبني، وأنت بتحب واحدة تانية وعايز فلوسي عشان تتجوزها، بتضحك عليَّ عشان تتجوزها بفلوسي، ليه تعمل معايا كده؟ أنا عملت لك إيه؟ ليه تخدعني كده؟ حرام عليك، منّك لله." مش عايزة أسمع منّك أي تبريرات، واتفضّل من غير ما ترُد، اطلع برّه وما تجيش هنا تاني. غضب جدًا ومشي من سُكات، ما هو ما عندوش حاجة يقولها، هيقول لي إيه؟ ومن يومها وأنا في حالة نفسية زي الزفت، للأسف كنت حبيته واتصدمت فيه، وبسبب حالتي النفسية والحزن اللي أنا فيه، فضلت آكل أكتر من الأول بكتير.
لحد ما في يوم أُغمى عليّا في المطعم ونقلوني على المستشفى وأهلي جُم هناك، وساعتها الدكتور قال لي: "ليه يا بنتي سايبة نَفْسِك تتخني أوي كده؟ اهتمي بصحتِك شوية، لازم تاخدي بالِك." على فكرة المرّة دي عدِّت على خير، المرّة الجاية الله أعلم ممكن يحصل لِك إيه. قُلت له: "ما باقدرش أسيطر على نَفْسي يا دكتور والله، أنا لمّا بازعل باقعد آكُل، وأي حالة نفسية باقعد آكُل، أنا باحب الأكل عمومًا." قال لي: "مش هينفع الكلام ده، أنتِ لازم تخسّي، وإلا هييجي لِك ضغط وسُكّر ومشاكل تانية كتير." وبصراحة الرياضة والرجيم مش هيخسّسوكِ أوي، لإن أنتِ تخينة جدًا، أنصحِك تعملي عملية تكميم. حسّيت إن كلام الدكتور صح، ودخل دماغي فعلًا، أنا فعلًا محتاجة عملية تكميم، أنا محتاجة حاجة تخلّيني أوقّف الأكل اللي أنا باكله ده. وقعدت أفكّر مع أهلي، وحسّيت إنّهم مرحّبين بالفكرة، وشايفين إنّها مناسبة ليّا ولحالتي. توكّلت على الله، وقررت أعمل عملية تكميم، وقدرت أوصل لدكتور شاطر يعمل لي العملية وحدد لي ميعاد. وقبل ميعاد العملية وقفت قدّام المراية باشوف شكل جسمي لآخر مرّة، وباتخيّل كده لمّا أخس شكلي هيكون عامل إزاي، هابقى أحلى والّا لأ؟ وقعدت أفكّر، كنت خايفة أوي، كنت خايفة العملية ما تنجحش، كنت خايفة يحصل لي مضاعفات، بس يعني قعدت أطمّن نفسي، لإن أنا فعلًا كنت محتاجة لها أوي. واتصوّرت كام صورة كده قدّام المراية، عشان بقى لمّا أخس أقعد أقارن بين الصورتين زي ما بيعملوا قبل وبعد. عملت العملية وبعدها كنت تعبانة أوي، وبعد حوالي شهر كنت بدأت أنزل من البيت، وطبعًا أهملت شغلي لإني كنت ضعيفة، لحد ما حالتي اتحسنت شوية، بس طبعًا كان عندي مضاعفات، واتغيّرت شهيتي للأكل، بقيت باكل قليل أوي، وبعد حوالي 3 شهور ابتدى يبان عليَّ إني خسيت. كنت مبسوطة جدًا من التغيير ده رغم المضاعفات اللي عندي، وفي خلال سنة وزني بقى مضبوط، وتقريبًا المضاعفات قلّت كتير، وشهيتي بقت أقل من العادي. كنت حابة شكلي أوي، وابتدى يبان جمالي. قررت أغيّر ستايل لبسي، وأغيّر تسريحة شعري، وأغيّر لونه، زي البنات بقى، بعد ما كنت طول الوقت بالبس أسود عشان أداري التخن، ورجعت أشتغل من تاني. حياتي وصحتي بقت أحسن من الأول بكتير، وحسيت إن كل حاجة بقت تضحك لي. طبعًا أي حاجة زي ما ليها مميزات، ليها عيوب. بعد ما خسيت أوي، بقى عندي ترهلات كتير أوي، وعلامات تمدد، وكانت مضايقاني جدًا، وكنت دايمًا باحاول أداريها في لبسي، ومش عارفة أعالجها. رُحت لدكتورة وادّتني كورس علاجي، وقالت لي استمري عليه، كمان اشتركت في gym، وطبعًا الحاجات دي علاجها بياخد وقت كبير أوي، وابتدى يتقدم لي عرسان كتير بعد ما خسيت، لكن ما كانش في بيني وبينهم أي قبول، لحد ما في يوم جالي عريس شافني في فرح واحدة صاحبتي واتقدم لي، ولمّا قعدنا مع بعض نتكلم حسيت بقبول من ناحيته، وهو كمان، وبعدها قرينا الفاتحة واتخطبنا، ونسيت موضوع العملية ده لإنه خلاص ما بقاش مأثّر على صحتي ولا بقى ليه أهمية في حياتي. وعدّى حوالي 6 شهور من الخطوبة، كانت أسعد فترة في حياتي، كنا دايمًا بنخرج ونتفسح، وكان رامي دايمًا بيجيب لي هدايا، ودايمًا يقول لي: "أنتِ أجمل بنت في الكون، بجد أنتِ أجمل بنت أنا شُفتها في حياتي." كلامه كان بيفرّحني أوي.
لحد ما حصلت الكارثة. كان يوم عيد ميلادي وكنا قاعدين نتصور بالموبايلات، فأنا صوّرت صور كتير كانت حلوة أوي، قُلت له: "بُص الصور دي وقُل لي رأيك فيها، أنا عن نفسي عايز أطلّع عليهم." كان مبسوط أوي وقعد يقلِّب في الصور وفجأة ملامحه اتغيّرت.